في هذا اليوم المبارك اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي متابعي قناتي وقناتكم زينب. في هذا الفيديو راني رايحة نشارك معكم كما العادة اليوم الثاني من شهر رمضان وروتيني في المطبخ، واش حضرت للإفطار تاع الصائمين، و واش هي الأنشطة اللي قمت بها في هذا اليوم الجميل. كما شفتوا المنيو تاع اليوم الثاني هو طاجين الزيتون. كما كتشوفوا راني نحضر فيه، يعني ما كاش عائله ما تعرفش كيش دير طيب طاجين الزيتون. جبت القدره تاعي تاع الطين، درت فيها اللحم وربيت فيها حبه ديال البصل، وندير لها التوابل تاعها، الملح، فلفل اسود، راس الحانوت، فلفل احمر يعني، والزعفران ايضا نديره. كما غادي نشوفوا في الزيتون تاعي ما غادي ندير فيه لا طماطم لا والو، مانيش حابه يجي حامض ولا صوص حمراء بزاف، يعني اني حبتها بدون طماطم. وتحبي ديري طماطم ديري، يعني كل واحد طريقه الطبخ تاعهم. درت التوابل فقط وخليتها تتقلى، وايضا درت فيها القرفه. وقبل ما درت هذا القدره تاعي طيب، كنت دايره الزيتون يغلى. انا نبغي نصمطه بالغليان، نغليه 3 مرات ونبدله الماء، يعني نغليه مره ونعاود نبدله الماء، نعاود نغليه، نعاود نبدله الماء، نعاود نغليه. منها يدخل الطياب هذاك الزيتون، ومنها يصمت وما يبقاش فيه هذاك الملح الزايد. هذه هي صديقاتي. بعد هذه المرحله نتاع خليت القدره تاعي الطيب وهذاك اللحم يطيب، رحت قمت بالواجبات الدينيه تاعي. بما انه اليوم يوم الجمعه، فكنت نقرا سوره الكهف، وايضا برمجت يعني البرنامج تاع يوم الجمعه في البلانر تاعي. وهذا ما كان، يعني كي يكون عندك البلانر ونظام محدد في الايام تاعك واش ديري فيهم، ولا يعني تسهل لك كامل هالامور اللي تقومي بهم. والحمد لله اديت العبادات نتاعي، ثم رجعت للمطبخ تاعنا وواصلت الاطباق تاعي. انا واش كنت ناويه نخدم في هذا النهار، واش نويت نخدم او نحضر كاطباق. الحريره ديجا كانت عندي من اليوم الاول، درت حريره تاع يومين، يعني غدوه غادي نعاود ندير الحريره تاع يومين واحد اخرين وهي ماشيه كيما هكا. وطاجين الزيتون ومعقوده، وكما قلت لكم في الفيديو السابق المعدنوسيه طبق ضروري في الطاوله تاعنا. هذا مكان. وسلطه، قررت اني ندير سلطه خس في هذا النهار، وفي ايام واحده اخرى ما نعرفش كتاب ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا صديقاتي هنايا طحنت صدر الدجاج مع فص نتاع ثوم، نصف صدر دجاج ماشي كاع صدر دجاج كامل، نصف صدر دجاج ومعه المعدنوس وفص نتاع ثوم. طحنتهم وخليتهم كيما هكا بلا ما جاء الوقت نتاعهم. والبطاطا نتاعي نتاع المعدنوسي او الكراتان هذيك راها جاهزه. بديت نحضر في الحلوى، يعني حلوى يعني باش نسهروا بيها ونشربوها مع القهوه عشيه، لانه يعني رانا نحاولوا نتفاداو الحلويات نتاع الخارج، نخدمها في الدار من الاحسن نخدمها في دارنا، ونعرف واش راني ندير فيها حشو ولا واش راني نخدم فيها من الاحسن. ما عرفناش واش راه يصرى برا في الشارع
خدمت صامصة بالديول كما كتشوفوا. طحنت الكاوكاو ومعاه طحنت معاه شويه تاع ججلان والسكر، وطحنتهم مع بعض هاد المكونات ودرت لها شويه قرفه وخلطتها بما زهر، خلطتهم مليح مليح حتى جات عندي حشو شباب. وبديت نعمر في الديول تاعي بهذه الطريقه. تبغي ديريهم مثلثات، تبغي ديريهم سيجار، ماشي مشكل، يعني التشكيل راه يرجع ليك. مهم هذه هي الطريقه اللي نستعملها انايا في الصامصه او لي سيجار بزوج نتاع الديول، ماشي تاع العجينه العاديه. المهم خليتهم كيما هكا بلا ما قليتهم، وبديت نتبل في هذيك الكفته باش نديرها في مع الزيتون. تبلتها، درت لها فلفل اسود، ملح، كمون، راس الحانوت، وعجنتهم مليح مليح، وبديت نضيفها مع الزيتون كما كتشوفوا معايا صديقاتي في القدران تاعي، ونخليهم يطيبوا مع الزيتون ومع هذيك لاصوص حتى تعقد لنا. وخلاص هذا ما كان. حضرت ثاني الحشو هذيك تاع درت المعدنوس واللحم في هذيك البطاطا نتاع المعدنوسيه، وبديت نقلي في الصامصات نتاعي بهذه الطريقه حتى ياخذوا لنا هذاك اللون الاحمر الذهبي او الاصفر الذهبي. المهم خليتها تقلى مليح مليح، جات هايله يا البنات. هذه الصامصه تجي شابه بزاف بزاف وخفيفه وما تقهمش، يعني تاكلي وتشبعي وتجي مقرمشه، ولا غير تجي مقرمشه وهايله. والديكور يرجع لكم نتوما صديقاتي. انا بعد ما نقليها كما كتشوفوا غادي نعسلها كما غادي تشوفوا في الفيديو. صديقاتي قبل ما نواصلوا الفيديو نتاعنا، لكم جدد اول مره تشوفوا هذا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، و تخلوا لي تعليق شباب كيما نتوما تحفيزي هكا، كيما انا يعني ندير روتينات تحفيزيه، نتوما خلوا لي تعليقات تحفيزيه. وهذا ما كان صديقاتي. لا حرج انكم تبارطاجيو الا حبيتوا، ولا ما حبيتوش معليش. كما كتشوفوا معايا راني نعسل في الصامصه نتاعي بهذه الطريقه، يعني غير تعسيله خفيفه ويشرب لك العسل وكاع. والتزيين قلت لكم اختياري. انا زينتها بالججلان في هذوك القنوته تاع المثلث، ودرت لها هذاك الورق الذهبي من الاعلى، وفقط يعني تزيين خفيف ظريف ويجي باهي وشباب بزاف بزاف. اذا صديقاتي نخليكم مع باقي الفيديو، ونعاود نرجع لكم في فرصة للكلام. بعد ما كملت من الحلوى نتاعنا لهذا النهار، رحت نحضر المعقودة. سبق وخليتها لكم الوصفة في القناة نتاعي، ولكن لا حرج اني نعاودها معكم في فيديو في روتين كما هذا. كما شفتوني في البداية قطعت هذيك البطاطا ودرتها تفور. كي فارت مليح مع الملح وكاع. ندير لها توابل، فلفل اسود، كمون، راس الحانوت. انا هذو هما التوابل اللي نديرهم تحميره. ندير غير شويه شويه من كل حاجه تجي هايله البنات. درت لها ايضا الفرماج اللي راني نستعمله هاد الفتره نتاع موندور. ما كاش جزائريين اللي ما شراوهش يبان لي، الله اعلم. مهم يجي بنين بزاف بزاف في المملحات وفي كامل الاطباق، فاستعملته في المعقوده وجابنين بزاف بزاف. كما كتشوفوا بعد ما عجنت المعقوده نتاعي او البطاطا نتاعي، بديت نرمدها في الفرينه. المرحله الاولى نرمدها في الفرينه، ثم نعاود نرمدها في البيض، عاود لا شابلور كما غادي تشوفوا في الفيديو.
ان شاء الله تجي هايله هاد المعقوده وما تفتت لك في المقله ما والو، تجي قابضه روحها وحاكمه روحها غايه. اليوم برك حسيت انه البطاطا ماشي غايه، ما عجبتنيش. حسيتها تجي ميهه ولا مش عارفه. المهم حتى وان كانت هناك خلل في البطاطا، ولكن وجات بنينه بزاف بزاف، وجات يعني ما تفتت لك في المقله ما والو. كاين اللي عندهم هذا المشكل تاع المعقودات نحلهم في المقله، فبهذه الطريقه ما غادي لا تنحل لا والو. راني نكرر ولكن صبروا معايا. هنايا في هذه الاثناء الزيت كان يحمى، فحطيت هذوك المعقودات نتاوعي هكا ينقلاو في خاطرهم، وخليت لوزع كيما هكا كيما كتشوفوا باش ندير اكبر كميه من المعقودات. وكنت دايره الحليب يغلى باش ندير الفلون. الفلون ضروري في الايام تاع رمضان، لانه امي تبغي تتسحر به ونبغي نديرها لها هكا زعما باش تتسحر به، تبغيه كيما هكا فنديرها لها وصافي بليزير. ربي يحفظها لي ان شاء الله. هذا ما كان راني نقلب في المعقودات نتاوعي. النهار تاع اليوم كان رائع، النهار تاع اليوم وما من النهار تاع البارح اول رمضان كان شباب بزاف، يعني ما شعرنا لا بتعب لا والو. الحمد لله يا ربي. ربي يدومها نعمه ويحفظها من الزوال، ويبارك لنا في صيامنا وفي باقي اعمالنا ان شاء الله يا ربي. كما شفتوني درت القهوه الطيب وجبت المعدنوسيه، الكراتان تاع المعدنوسيه من الفور. شفتو كيش تجي شابه هايله ومحمره، تخرج شابه بزاف. احنا كاع ما نستغناوش عليها. هذا المعقود هذا المعدنوسيه ضروريه كما قلت لكم في المائده تاع الافطار تاعنا في رمضان. وكالعادة صديقاتي هذا المشهد راكم غاديين تشوفوه في كامل الفيديوهات تاع هذه الروتينات الرمضانية. بديت نحط في الافطار وانا فرحانه بزاف بزاف، يعني هذه اللحظه نتاع نبدا نحط في الاكل تفرحني بزاف بزاف. حطيت كما راكم تشوفوا التمر، الاواني المعقوده، السلطه، والحمد لله. ربي يحفظها نعمة ويحفظها من الزوال ان شاء الله يا ربي. الحمد لله. ربي يبارك لنا في ارزاقنا ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا الطاجين تاع الزيتون جا هايل يا البنات. كنت غير ناكل ونقول لهم بلي راه جاي كيما تاع العراس. والله يا البنات لا جا بنين بزاف، حتى كملوه والله الحمد لله اللي كملوه. انا راني ندير غير قده باش ما يخلوا لي حتى حاجه في الطبازه، باش نفرح كي نشوفهم كلاو كامل الاطباق. والحمد لله. ربي يحفظ لنا العائلات نتاعنا ويشدنا في والدينا واخواتاتنا وخاوتنا ان شاء الله يا ربي، ويرحم امواتنا ان شاء الله يا ربي في هذا الايام المباركه. ندعو لهم بالرحمه ونكثر من الصدقات ان شاء الله يا ربي. في النهايه كانت هذه هي السهره تاعنا بعد الافطار. يعني هذه هي طاولة السهرة اللي كنت محضرتها لليوم الثاني. كانوا فرحانين بزاف بزاف العائلة بهذا التحضيرات اللي حضرتها. الحمد لله. يعني انا يعني ميتة بالسعادة زعما غير صبروا معايا وصاي. هذا ما كان. بعدها صديقاتي بعد ما شربنا القهوة كان ضروري انه دائما ضروري نشرب القهوة قبل ما نبداو في التراويح. جا بابا جا الوالد نتاعي او ابي، انا نقول هبا ومانيش عارفه كيفاش خرجت بابا، معليش ماشي مشكل. باش ما يجوش هذوك الجماعه ويقولوا لي راكي تتصنعين. خليكم مع صلاه التراويح، تهلاو لي في روحكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.